عادة جاهلية. والرسول صلى الله عليه وسلم ذي الوقت خديجة رضي الله تعالى عنها تصايون الغلام ذا خدامي اسمه زيد بن حارثة. زيد كي فكث من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يغال يعني ذا خدام الرسول صلى الله عليه وسلم اللي تغيث خديجة تغيث أما ديال نسكلات تغيث من بعد فكاث كيس أما ديال الهدية خاطر حاجة توان زيك أكا وكذا الجاهلية كذلك الاستعباد داكي كله فكاث للنبي صلى الله عليه وسلم اسمي مقرياني بض البلوغ كذلك شمل الإسلام من الأوائل داير النهضة في لسنا ند خديجة ديال ربان ميلا مشطوح تزيد ديال ربان اسمي بدا تيمور وغنقال اسم الدن زيد بن محمد زيد بن محمد يحمل مليح الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول بالاخلاق وكذا يحمل مليح وانت يقبل الرسول قال زيد بن محمد هكذا العاده وقال زيد بن محمد انت اسمه زيد بن حارثه يسعى بس هكذا أكي انتقل إلى المدينة المنورة ما زالت مع الرسول صلى الله عليه وسلم. التبني وكي قال التبني ديال اللغة العربية التبني يجي ربي عز وجل أتي حرم خاطرني لا تصن المضرة ربي تحرم أنا حاجة عن المضرة إلا قال فهم شيء خاطر وكي قالت الحكمة التشريعية أدن ولي ربي ثم كدي الشرع أديني وكي حرام الكفلة حلال الزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أنولي ثورة إذن هذه الحشوية هذه الحشوية الوقت أدي يوض الوقت أن زيد بن حارثة يبغى يزوج الزوجة يجي وكذا أي زوج ذي العائلة غنية اليريش وثقشش تاقي كذا يزوج هي زينب بنت جحش وهي بنت أمية بنت عبد المطلب تتملك النبي صلى الله عليه وسلم إذن من عائلة الرسول إذن هي ابنة عمة الرسول ذي ليس نعمثيس الرسول لسنيت الرسول لا فامينس إلى غير ذلك. وكانت قاد العلماء لها المال والجمال زيد بن حارثة يجي إلا ذي العبد ذا خدام ينزع الرسول صلى الله عليه وسلم يبغى يفهم بليك التكافؤ لابد للزواج ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يشجع زينب بنت جحش في البداية ترفض كما قال العلماء مثولا إلى الوضع نس الوضع التكافؤ يوث عائلة غنية يوث عائلة فقيرة ولكن مثل ولا ذا الرسول يزدي يشجعان وزميرات ترفض أم ترفض يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وقي يسنيث ثقي ذي نعم ثيس يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إناس خطبية التقي شجعوس الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إليها وقبلت وتزوجت به تزوج سيس أم يقال ماشي روح يا زمان يروح كل شوية الزمان يروحن أنا كمان قال سنة أنا كمان قال عن أكثر من سنة يعني 10 سنين فدنت المشاكل يا ناس قال لك بلك زينب بنت جحشكي تحمل يعني دائما تسلي أما الدنيا ما زالت الطبقة الثراء السن ياخذ مكة أو كذا إلى غير ذلك خاطر المرتبة يسكي يدوسس بخامل سن أما الدنيا يوسع كل شيء الدوضي وناني وسعنا على أي شيء أي وعر باش هذه توافق الزواج أي وعر أنت توالف شويت وهي وثيق والفن كل شيء يقارن بعض الفقهاء كل سبوطون كل شيء لا تسوي الثمورث السينويت كان شي يبغى مرسوك سريع عند 4 كيلومتر أرواح كانت القرشفين والزمور أرواح كان واحد 2 3 موا درول أخذت هو الفرع المثال بابريزيسا زينب بنت جحشانكي سكرت في عائلة غنية وثرية
تمر كانت يوني لا يعني من العبيد كذا إلى ذلك. من بعد المهم تبض الحالة إلى الطلاق. روحنا الرسول صلى الله عليه وسلم فتم الطلاق يفريس ويوافق ربي هذا الزواج. ذاكي ولم كان مليح أدهشم الحكمة التشريعية لا قد هكشم الحكمة ثورة الزواج يجي وهو أن يتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش بأمر من الله عز وجل. ضرب سنين أزوج سيس إذا زواج يقول لك واش دي هضر يوم الفلس أخطر ما دي هضر كيف الفلس دندم القرآن الكريم أنروح سورة الأحزاب أنروح يرك الآيات نتبني أفتذ سورة الأحزاب واني غادي راجع يعني عندي حرم ربي تبنيك هو تبنيك هو الحرم ابتداء من زوجك أمش يعني لا لوجيك كم كان شنو كان ذميش نصح توصي ذميش زيد بن محمد هذه زوجي وتمطوط من بعد أسفروا ياك غادي يمثل نفس الشيء. المهم هي أسفروا أم يضرا دي المسألة ياك اسكي جوز كشيني أتغاضي يليس تمطوطني ميش حرام المدنوك حرام ثاني ولا ربما نصارى كذا تفضل ربما حرام الله أعلم وزرغاش المحرمات 9 ولكن زمر ديني حرام عقلا وواقعيا وعرفا حرام. إذن ثورة واليمكن إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سيني ربي الزوج وقت مطوثاكي نبواكي فاسيني واكي ماشي ذميك هو زمان ديري ذميك وجامع ديري ذميك سوا شو ماشي تيوريك براتيك إذا ما كاين ونايل ماشي تيوريك هذه نزل الآية لا إذا سين الصحابة كذا العادة يجي ثوار باش تكسر ثوار أخذت التراث يغال المحرمات من النساء يغال أتصل المشاكل يقسع التبنيات مما إلا يزوج سيس وكي أمر واضح إذن وزميرار يغال ذميك وجامير داوضي ولا أتوغال سقار ذميك أكا كان ولي ربي عز وجل في القرآن الكريم ينزلد قوله تعالى في سورة الأحزاب الآية الثالثة أشو دي قال وما جعل أدعياءكم أبناءكم ربي يرونك إذن تدعي أدعياءكم أي تدعي ثنيض ذمي ماشي ذمي ربي قال ماشي ذمي كونا أدعياءكم أبناءكم ثم هناك ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق أي يكون أتقرم الباطل ربي قال الحق الله يقول الحق وهو يهدي السبيل تقدبر الآية التي تحرم التبني حرام سوى سود نزل الآية جي سالحادثة يجي حرام تبني ثم غنروح عند يهضر ربي عز وجل في الزواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش هناك ربي يحكد القصة يجي بويتي سورة الأحزاب بالآية 37 وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها نحفظ ذاكي الصحابي الوحيد إذ يذكر بسيس مثل القرآن الكريم زيد سلسل اسمه زيد إيوا كنا مدنا وضع الزواج كنا صار سنين نو ضرب سنين زوج إيوا كنا ديال غير تبني بوان سدايلي لقطة وقدايلي القاطع ربي سنين زوج سيس ما كفاية يعني طلقت كذا يعني نكحها وكذا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم يعني بخاك الزوجة التي كنت تدعي أنه ابن